اهلا بيكم حبايبي اصدقاء مملكة الشيف مها على اليوتيوب في فيديو جديد من فيديوهاتي. لو ما اشتركتوش في القناة بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني. ولو انتوا بالفعل مشتركين ما تنسونيش لايك وكومنتات وشير في كل المجموعات. اتمنى ان الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله ينول اعجابكم. ببدأ الفيديو بتاعي باني اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب دخول شهر رمضان الكريم. يعني احنا النهاردة تقريبا نص شعبان، فحبيت كده اعمل لولادي حاجة حلوة كده ياكلوها وبيحبوها وبيموتوا فيها، واللي هي ايه؟ الرز بلبن. الرز بلبن بتاعي يعني مميز جدا ومظبوط جدا وما شاء الله، يعني مفيش حد الحمد لله بياكله الا لما بينول اعجابه يعني. ودايما لما بيجي لي ضيوف يعني حبايبي او مقربين ليا بحب اعمل لهم ايه؟ رز بلبن. فنبدا كده باذن الله تعالى نتعرف على المكونات بتاعه اكلتنا الحلوه النهارده. عندنا كوبايه ونص رز، يعني انت بتعايري المقدار بتاعك. الكوبايه بتكون حوالي ربع كيلو، فانا باخد كوبايه ونص رز، كوبايه ونص سكر، كيلو ونص او لتر ونص لبن، وعندي حوالي برضو كوبايه ونص قشطه. القشطه دي انا قشطاها من على وش اللبن، يعني انا محوشاها لحد ما عملت لي الكميه الحلوه دي. ممكن تستغني عن القشطه بانك تجيبي كريمه لباني جاهزه من عند السوبر ماركت، برضو بتديكي نفس النتيجه. وعندي برضو يا حبايبي للزواق جوز الهند مبشور، وعندي زبيب ابيض. وعندي مجهزه انا هنا في الحله حوالي 3 كوبايات رز ميه. الميه بتبقى ضعف كميه الرز، يعني انا عندي كوبايه ونص رز يبقى مقابل ليها 3 كوبايات ميه. نبدا على طول نولع كده على الميه بتاعتنا ونسقط فيها الرز، واسيب الرز في الميه حوالي ربع ساعه لحد ايه ما يتشرب الميه ويبقى داخل على ايه؟ على سوا. اسيب الرز بقى كده يا جماعه زي ما اتفقنا يستوي براحته ويشرب ميته. وفي الوقت ده اجيب بوله وانزل فيها القشطه الجميله بتاعتي واضربها بالهاند بلندر، يعني اديها ضربه حلوه كده بالهاند بلندر علشان تاخد القوام الكريمي، نبدأ نولع على اللبن يا جماعة يسخن على ما الرز بتاعي ايه؟ يستوي. نكشف على الرز كده يا جماعة بعد ربع ساعة هنلاقي الرز ما شاء الله يعني كده خلاص استوى، اتسلق، يعني كده رز مسلوق. واللبن عندي اهو ما شاء الله غلى. ابدأ على طول احط الرز بتاعي المسلوق في اللبن. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. كده حطينا كمية الرز اللي عندي في اللبن. ابدأ بقى اضيف ايه؟ المكونات اللي عندي. ادي السكر بتاعي اهو يا جماعة. طبعا السكر في الاول وفي الاخر على حسب الرغبة، يعني لو انت بتحبيه مسكر بتزودي كمية السكر، ولو انت بتحبيه دلع شوية عن كده بتقللي كمية السكر. احط بتاعتي بعد ما ضربتها في الهاند بلندر، دي بتديكي القوام الكريمي اللي انت بتشوفيه بره في المحلات. هنضيف طبعا فانيليا. الفانيليا دي بتضيع زفارة اللبن، يعني لو اللبن فيه ريحة زفارة ولا حاجة الفانيليا بتضيع الزفارة دي، يعني بمقدار مثلا كيسين فانيليا، وبتدي طعم جميل.
افضل اقلب فيه كده باستمرار علشان ما يعملش قعر وعشان يبقى متجانس، ما الرز ما يركزش تحت. شوفوا يا جماعه ما شاء الله القوام بتاعه بدأ يتقل في ايدي اهو، ولا محتاجه نشا ولا حاجه. في ناس بتحط طبعا نشا، معلقه معلقتين او 3 نشا، يعني اللي بيحط نشا بيبقى مقلل كميه الرز. يعني لتر اللبن انا بحط عليه كوبايه رز، في ناس بتحط على لتر اللبن نص كوبايه رز او 3/4 كوبايه رز. وفي الحاله دي بيحتاجوا بقى النشا عشان تديكي القوام الايه السميك. لكن انا لما بحط كوبايه رز بيطرد النشا بتاعته، فالنشا بتاعته ايه بتدينا على طول القوام السميك ده. قرب اهو ما شاء الله ايه يتقل معايا، يعني هو ما بياخدش معايا بعد ما بحطه في اللبن يعني ربع ساعه. شايفين القوام يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، هو ده القوام اللي انا عايزاه. اطفي بقى عليها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وابدا اغرف على طول. طبعا بنتي دقت عينه كده منها في طبق صغير وقالت لي جامده تحفه ما شاء الله، مظبوطه جدا. احنا هنعمل رز بلبن يا جماعه يعني ايه بطريقتين. اول طريقه العاديه اللي انا بغرف فيها في الطباسي، طباسي الجميله المحندقه دي اهي تمام. وهنشوف بقى الكميه اللي باقيه، يعني انا هحط ال6 طباسي اللي عندي وهشوف الكميه الباقيه هنعمل بيها ايه. ما شاء الله على منظر الرز بلبن تحفه. ابدا بقى ازينه كده بالجوز الهند المبشور او حسب الرغبه، يعني ممكن تاكليه ساده من غير اي زواق، وممكن تحطي له جوز الهند وزبيب. طبعا انا مش هزين كل الاطباق عشان انا عندي ولادي مش كلهم يعني بيحبوا ايه الجوز الهند والزبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوني يا جماعه من دعائكم، اللي يعمل حاجه انا عملتها على طريقتي يعني يدعي لي عن ظهر غيب عشان الملائكه تقولك ولك مثلها. ربنا يبارك لكم جميعا ويديكم الصحه يا رب. وما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس زي ما اتفقنا. دي بقى كميه الرز بلبن اللي باقيه عندي، هعملها صينيه في الفرن. هحط لها معلقه سمنه، معلقه ونص كده سمنه تمام، واحط لها شويه جوز الهند يعني برضو حسب الرغبه، معلقتين 3 كبار كده جوز الهند، وحبه زبيب كبشه حلوه كده ما شاء الله ولا قوه الا بالله. دي بقى الرز بلبن في الفرن. الباشمهندس عندي بيحبها جدا، يعني بيسيب لنا احنا ناكل الاطباق دي وهو بياكل ايه اللي في الفرن. اهي اقلب كويس قوي، ولازم القوام يبقى سايح كده علشان الرز بلبن يطلع كده ايه ناعم كده، ما يطلعش مكتل في بعضه. قلبتها كويس قوي، ابدا بقى احطها في الصينيه واحطها في الفرن حوالي ساعه الا ربع على درجه حراره 260 درجه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الصينيه وجمالها؟ هتشوفوها بقى لما تطلع من الفرن. بعد ساعه الا ربع حطيت صينيه الرز بلبن في الشوايه 5 دقايق. نطلعها بقى كده مع بعض. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الله يا جماعه على الريحه بجد يا جماعه، حاجه تفتح النفس. شايفين منظرها؟ بسم الله ما شاء الله. ممكن نسيبها بس 10 دقايق كده تهدى شويه من السخونيه، وبعد كده نبدا نقطع. ودي يا جماعه صينيتنا الجميله بعد ما طلعت من الفرن وسبتها تهدى شويه. ابدا بقى ايه اقطعها، وطبعا ايه اقطعها بالصينيه بالسكينه السيليكون علشان ما تجرحش في الصينيه، خاصه لو الصينيه جرانيت او تيفال. هي طبعا عشان سخنه لسه ايه سايحه شويه، لكن لما تبرد بتمسك بقى نفسها وتقدري تقطعيها قطع بقى جميله كده ما شاء الله.
تحفه بجد بجد روعه. ندوق بقى كده مع بعض. بسم الله ما شاء الله. عشرة على عشرة. ندوق دي ولو انها لسه سخنه. الله يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو انتم مشتركين لايك وكومنتات وشير في مجموعات. عايزه اقول لكم حاجه قبل ما اقفل الفيديو. لما تشيلوا رز بلبن في التلاجة لازم تغطوه غطا محكم او استرتش، علشان ما يلقطش ريحه من التلاجة، وعلشان الوش بتاعه ما ينشفش ويشقق. يعني انت لو حطيتيه مكشوف كده تصحي تاني يوم تلاقي وشه ناشف ومشقق، لكن لو انت غطيتيه بغطا محكم هتلاقيه طري وجميل والوش زي القلب. ولما بيبات الرز بلبن بيبقى احلى واحلى كمان. بالهنا والشفا ليا وليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.